بس هاد القمر موجود. نحن كيف بدنا نطلع على هذا القمر؟ السما ما بيوصلنا لإلها غير الحب، وبرج الحب بيساعدنا لنوصل له. ايه طيب، أنا جاهز أطلع وجيب لك قطعة منه. لا مستحيل قمر، الأشرار والقمر أعداء كتير لبعض، ما فيك تطلع وتجيب لي قطعة من القمر. الأيانة الوحيدة يلي فيها تطلع. بس الأيانة؟ يعني ليش كل ما صار شغلة بيكون بس الأيانة اللي فيها تعملها؟ رحنا على برج الحب أنا وروشني وما صار أي شيء، لهيك فينا ببساطة نطلع أنا وياها ونجيب لك القطعة. حاول إنك تفهم علي قمر، يمكن ترجع شانديني لهون، وأكيد ما رح أقدر واجه قوتها لحالي، لهيك لازم تضل هون معي منشان أقدر أحمي عيلتك. ايه بس يعني أنا مالي. أمان، أنا بدي أحكي معك شوي لحالنا. الخير رح ينتصر، ما في معنا وقت للنقاش. تعبيزي قالت شانديني الشريرة، يعني هلأ منقدر نوثق بليلى. أنا رح روح جيب لقطعة القمر. إيه بس يا روشني خلاص ما معنا وقت، أنا ما بدي ترجع تقلي إني ما قدرت أحمي عيلتك، لهيك الأحسن إنك تضل تحمي عيلتك من الموت، وأنا بروح بجيب قطعة القمر وبرجع لهون. لا تخاف، رح أقدر أوصل للقمر بسهولة. وقفي. يمكن أنا ما أقدر روح معك على الغابة السوداء، بس بكلاتي رح يحموك. ايه طيب، خدي بازيغار معك. بس روشني، انت من شوي قلتي انه ما معنا وقت للنقاش، ما هيك؟ بازيغار، روحوا. نحن قررنا، أنا رايحة لحالي. انتبهي على حالك، بتمنى لك التوفيق. ليلى، ممكن أسألك بس سؤال؟ هلأ شانديني في عندها أولاد شي؟ لا ليش؟ لأنه شانديني قالت لي بدي تديري بالك على الأولاد بغيابي. انتبهي على الأولاد، هي ممكن تعمل أي شيء لتشفق العالم عليها وتستغل هي الفرصة، بس كل حكيها كذب وما في شيء منه صادق. لا تشغلي بالك بهذا الموضوع، يلا روحي وجيبي لنا القطعة بسرعة. بنتي بدي تديري بالك على حالك. انتبهي على حالك. وأنت انتبه على حالك. سيد موتو. مين انتي قولي؟ أنا لوتشا الصغيرة. لوتشا الصغيرة؟ ايه بس لوتشا ما كان هيك شكلها. سلمى، أمان، أمان، أمان. عمتي، ستي بازيغار مانو معي، أنا كيف بدي وقف هذا الشيء؟ شو بدنا نعمل أمان؟ لبين ما ترجع الأيانة من القمر أنا رح حاول أعمل شيء لأحميهم وما ينكسروا ويموتوا. بترجاكي، بس لأقدر أعمل هذا الشيء بدي مكان يبين منه القمر. ايه فوق ببين القمر بالكامل. طيب
حبيبتي أنا حاسس إنه ليلى لهلأ ما عملت أي شيء. أنا رح أطلع شوفها، أمي تعبانة كتير، لهيك بترجاكي خليكي جنبها، ماشي؟ طيب أمو. طلبت منك إنك تحوليني لقطة، بس شايف أنت يلي تحولتي. بترجاكي لوتشا الصغيرة، بدي تحوليني لقطة، بترجاكي. بترجاكي. في شي غلط، أنا كان لازم غير لك شكلك، أم غيرت شكلي، هاد شكل ليلي الصغيرة. ما بصدق، لوتشا الصغيرة شكلها غير هيك تماماً، رجعي لشكلك الحقيقي، هذا مو حلو. لا سيد موتو، وقت طفلة المصباح بتتحول لشكل وحدة تانية صعب ترجع لشكلها الحقيقي، وبدك تتعود على هذا الشكل. استاذ ليك هاد تشوتو مع مين عم يحكي؟ ما بعرف، من شوي كان متخبي ورا المكتب تبعي، وهلأ صار عم يحكي مع حاله. الأمور ماشية مثل مو مخططين. الأيانة راحت على البرج. أهلا وسهلا أيان. بدي أطلع على البرج. ليش هيك أنا عم دوخ؟ لسه عندي كتير وظايف للمدرسة. أمي 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 إيه فرح؟ ألو أخي، أمي حاملة السم هلأ. شو؟ أمي معقول تابيزي تحولت؟ إيه. حاملين السم كبير يلي بيتحكم فيهم. تابيزي تحولت لحاملة السم، يعني هي تحت سيطرة كبير. معناتها اللي قالت لنا إياه عن شانديني كان كذبة. عن جد ما عاد عرفت بمين لازم أثق، بشانديني ولا بليلى. الخير رح ينتصر،
إذا بدي أحمي عائلتي من الخطر لازم آخذ قطعة القمر وأعطيها لليلى. فرح، لكن احنا لازم ننقذ تابيزي بأي ثمن. اسمعيني، بقلب شنطايتها في علبة بودرة لونها بنفسجي، لاقيها فوراً. أخي وقعت العلبة تحت الخزانة. فرح، بدك تجيبي البودرة بأي طريقة، هي الوحيدة اللي بترجع تابيزي طبيعية. صدقني أنا عم حاول أخي. وين ليلى؟ لك لا، أنا شفت ليلى بعيوني فايتة على الغرفة. بس ما شفت إنها طلعت. وين لكان؟ ليكي فرح، حاولي توصلي للبودرة وانقذي تابيزي من السم بترجاكي، أنا كتير بحاجتها، بسرعة. يلا استعجلي فرح، بسرعة لاقي البودرة. أمي قومي. أمي أنت منيحة؟ أنا منيحة. أخي أمي رجعت لوعيها. أعطيها التليفون فوراً. أمي أمان. ألو أمان، أنتم ناحمة؟ أخ راسي، ما عم بقدر أتذكر شو اللي صار معي. تابيزي أنت اتصلتي فينا وحكيتي معنا، حاولي تتذكري ليش اتصلتي فينا وشو كان بدك تخبرينا. أمان، أنا اتصلت فيكم. أنا وقتها اتصلت فيكم لحتى أقلكم إنه شانديني أخت التوأم لليلى، وبتكون ملكة القمر الأحمر. لا تثقوا بليلى، ولازم ترد بس على شانديني. ليلى هي عدوتكم، وهي ورا كل شي صار معنا. وقفي تابيزي، هالحكي مزبوط؟ ايه أمان، أنا متأكدة. أنا هيك شفت بكتاب الأشرار، وليلى خلقت قبل شانديني بشوي، وخلقت بطبيعة شريرة ومؤذية كتير، ولهالسبب تعاقبت بسبات طويل ونامت لسنين طويلة. وهلأ بعد ما ليلى فاقت صارت بدها تاخذ العرش وتصير هي ملكة القمر الأحمر. طمني، انتم مناح ولا لا؟ تابيزي، نحن تورطنا بمصيبة كبيرة. نحن بعد تليفونك حطينا كل ثقتنا بليلى، وهي بعتت روشني على برج الحب لحتى يوصلها على القمر لتجيب لنا قطعة. شو بدنا نعمل؟ أمان، الليلة خسوف القمر. روشني ما بتعرف إنه اليوم هو ليلة خسوف القمر. بالوقت يلي بتوصل فيه على القمر الخسوف رح يبلش. وأول ما الأيانة تلمس القمر بمرحلة الخسوف رح يتغير كل شي بنفس اللحظة. الخير رح ينتصر. شو عم يصير؟ ليش هالسواد بالقمر؟ نحن اليوم رح نوصل لكل اللي بدنا اياه، وحتى أنا بكون حققت هدفي اليوم. إذا اليوم خسوف القمر، لكن ليش ليلى بعتت روشني لهنيك؟ شو سبب هالشي؟ أيانا ما بتتأثر بخسوف القمر. أيانا ممكن إنها تتأثر بس إذا طلعت بوقتها. كملي. إذا طلعت أيانا حامل بولد. انتبهي على الأولاد. معناتها لهيك شانديني بوقتها قالت لروشني
لازم تنتبهي على الأولاد. معناها روشني هلأ حامل. روشني حامل، روشني حامل. ما رجعوا لطبيعتهم؟ لأني بحاجة لشغلة لرجعهم. وشو هالشغلة قليلي؟ قطعة من القمر، الأيانة الوحيدة يلي فيها تطلع. قبل ما يصير أسود أنا لازم أخذ قطعة من جهة الضوء بأي طريقة. شانديني أخت التوأم لليلى، وبتكون ملكة القمر الأحمر، لا تسق بليلى، ولازم ترد بس على شانديني. ليلى هي عدوتكم، وهي ورا كل شي صار معنا. أيانا ما بتتأثر بخسوف القمر، أيانا ممكن إنها تتأثر بس إذا طلعت بوقتها حامل بولد. انتبهي على الأولاد. بازيغار. طيب خدي بازيغار معك. بازيغار. بازيغار، بدي منك تدير بالك على روشني. بازيغار، ليش هيك عم تعمل؟ آخذ قطعة من القمر. عائلتنا هلأ بخطر كبير. لا،
القمر بلش يصير كله أسود. بكفي بازيغار، ليش عم تمنعني إني ألمس القمر؟ فهم بقى، عم قلك عيلتنا معرضة للخطر. أمان، في حدا إجا لعنده وما خلى خطتي تكمل. أنت ليش اجيت؟ أنت منيحة؟ منيحة، بس ما بعرف ليش عم حس بدوخة كتير. ليكي روشني، نحن لازم نروح من هون فوراً. بس شو الموضوع؟ يلا فهمني، شو اللي عم يصير؟ روشني رح أحكي لك كل شي على الطريق، بس ضروري إنك تعرفي هلأ الشريرة مو شانديني، ليلى عدوتنا. أنا وقتها اتصلت فيكن لحتى أقلكن ليلى عدوتكن وهي ورا كل شي صار معنا. ليلى اللي عملت كل هاد؟ إيه، امشي. لحظة، مين اللي جرحها؟
عملت بحالك هيك ما كان عندي خيار تاني روشني. امشي. لا، لأنه قبل ما جرحك هذا يطيب روشني مو رايحة لمحل. هلأ ما عنا وقت روشني، بترجاكي امشي معي. لا، फासलों में बट सके ना हम जुदा होके, मैं बिछड़ के भी रहा पूरा तेरा होके। क्यों मेरे कदम को आग का दरिया रोके, क्यों हमको मिलने से ये दूरियां रोके। अब इश्क क्या तुमसे करे हम सा कोई होके, सांस भी ना ले सके तुमसे अलग होके। मैं रहूं कदमों का तेरे हम सफर होके। दर्द सारे मिट गए हम दर्द जब से तू मिला। سايمة، لا تخافي ولا تتوتري، كل شي رح يزبط. اختي انتي لا تشغلي بالك، روشني بترجع الامور طبيعية. عمتي وسايمة وضعهم كل ماله عم يصير أسوأ من الأول، شو بدنا نعمل يا ستي؟ ليكي ستي، أنا خطرت لي فكرة ممتازة. ستي ليش نحن ما بناخدهم ومنحطهم بالثلاجة فوراً؟ هيك ما عاد يدوبوا، شو رأيكم؟ أنا ما بعرف، يعني أمان ليش هيك طلع بسرعة وفجأة؟ المهم أمان وروشني يلاقوا حل لهالمصيبة ويرجعوا بسرعة. إنك تستنى شي 1000 سنة موضوع صعب، وإنك تتعاقب 1000 سنة مو منطق كمان. أنا تحملت عقاب أكثر من 1000 سنة وصبرت. أنا كرمال هاي اللحظة نطرت كتير، بس أمان وروشني ببساطة سرقوا مني الفرحة. هن دمروا لي كل شيء. وقت يلي بيكون في بنت حامل نحن بالعادة منقدر نحس، ولما رحت لعندن لعاقبن، أول ما وصلت عرفت إنه روشني حامل، فقررت ما عاقبن بشكل مباشر، خدعتن لأكسبن بصفي، وكمان عملت حالي مظلومة مشان خليهم يوثقوا فيني، وقررت استنى ليجي خسوف القمر، ووقتها روشني لحالها
وتروح تضحي بولادها قدام القمر، وبصير ملكة القمر الأحمر. لو الأيانة ماتت كان أمان خسر كل قوته، وأنا كنت طلبت منه يضحي بحياته وكان مستحيل يرفض. نحن ما لازم نخليهم عايشين يا كبير، وحتى لو شو ما صار. يمكن إنها تتأثر بس إذا طلعت بوقتها حامل بولد. ليش ما خبرتيني من الأول؟ معقول بتخبي عني هيك خبر مهم؟ الخير رح ينتصر. معقول يكون خان بابا عرف إني برات بكليتي لأمه؟ يعني خلص أنت عرفت؟ كيف؟ يعني ما كنتي ناوية تقولي لي؟ لا، لأني قلت لحالي مو ظابطة أنا أقلك. قلتي لحالك مو ظابطة تقولي لي ما؟ يعني مفكرة إنه أنا ما بيهمني هيك موضوع أبداً؟ اسمعني أستاذ أمان، هلأ نحن منفصلين، خلص تركنا بعضنا وكل الوقت عم نتخانق سوا، لهيك حسيت إنه مو ضروري أبداً إني خبرك. لهيك حسيتي إنه مو ضروري تخبريني؟ روشني نحن متزوجين، وكان المفروض إنك تخبريني. ليش المفروض؟ فيك تقلي ليش؟ خبرتني وقت صرت تطلع مع بنات؟ كنت تجي تخبرني شي كل ما ترافق بنت؟ أكيد لا، ليش المفروض أنا خبرك؟ بس على قليلة أنا ما خبيت شي، أنا ما عملت الشي اللي عملتيه. عفواً؟ هي حياتي وهذا جسمي وهي رغبتي، وأنا حرة فيهم، وأنا أصلاً ما بدي أقول لحدا، أنت بالذات ما بدي أقول لك. رد على تليفونك أخي. إيه عمران؟ أخي تمثال التلج تبع عمتي وسايمة شايفه إنه عم يدوب. شو قلت؟ رجع على البيت بسرعة، الكل خايف وستي مشغول بالها وخالتي سلمى كثير متوترة كمان، الوضع صعب أخي. طيب جايين على الطريق. شو صاير معه؟ موضوعنا رح نرجع نحكي فيه بعدين. تفضلي. ستي أنا حكيت مع أمان من شوي وقال هن رح يوصلوا. أنا هلأ اطمن قلبي. مرت عمي، بارفين ما بصير تتعب وتتوتر، خلينا نتركها ترتاح شوي. بارفين، إذا حسيتي حالك بحاجة لشي نادي لحدا منا. بعتقد إنه أمان وروشني جابوا شي لتنحل مشكلة سايمة وبيبي. أنا قايمة شوف. يلا بالإذن مني. عمران، دير بالك، لازم تشوف مين على الباب بالأول. إيه استنوا شوي. هدول هن أخي أمان وروشني. طيب افتح لهم الباب. فوت أخي شرف. أمان، طمني، أنت منيح؟ روبينا حكت لنا شو هي حقيقتها لليلى. وين روشني؟ أمان روشني وينها؟ مرت عمي،
أمان. كبير؟ أنت؟ دابيزي رجع لورا رجع لورا رجع. قلبي اللي رجعني لعندكم. شو بدي أعمل؟ مرت عمي، هربي مرت عمي. خالتي سارة هي يلي جابتني لهون، بس لحتى أكون بعيد عن الخطر. بس عيلتي كلها هلأ في عليها خطر. أنا كتير مشغول بالي لوتشا الصغيرة. لوتشا الصغيرة فيقي بدي أحكي معك شوي. شو لهلأ نايمة؟ لوتشا بترجاكي قومي، عم قلك بدي أحكي معك شوي. كيف بدك تهرب يا توتو؟ شو رح تعمل توتو؟ ما فيك تتحرك. سيد موتو هدول اجوا لحتى يضربوك؟ نحن الكل رح نضربك، هلأ بتشوف شو رح نعمل فيك. جربوا مرة تانية يلا. بتشوف شو رح أعمل فيك. عم يرجع يضربنا فيهم، ما بعرف كيف عم يعمل هيك. هربوا. شفت؟ أنا يلي أنقذتك منه. بس مو أنت يلي أنقذتيني، هدول بكلات خالتي يلي أنقذوني. بدي إياكي تديري بالك عليهم، لأنه أنا لازم رجعن لخالي، ماشي؟ البكلات صاروا إلي وما رح رجعن لحدا. لا، البكلات لازم يرجعوا. شوفي، العيلة كلها تجمدت. أكيد ليلى عملت هيك فيهم. شانديني، لازم نجيب شانديني لهون بسرعة. أكيد فيها تعمل شي لتنقذه. لا 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 لا، نحن ما عنا وقت نضيعه روشني. مرت عمي، أستاذ أمان، أمك مانا معه. روشني، لازم نلاقي أمي فوراً. دوري. أمي 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 هذا أمان؟ ولا يا ترى هو كبير؟ كيفك أمي؟ سلام. كبير، أمان. أمي
السلام عليكم مشاهدي قناة العالم المرئي، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أقدم لكم فيه ملخص الحلقة 57 من مسلسلكم المفضل ساحرتي. هذه الحلقة عرفت حزن أمان وخوفه من فقدان روشني، فهل ستموت روشني بسبب لعنة ليلى؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة. تابعوا التفاصيل إلى الأخير. لكن قبل أن تشاهدوا هذه الحلقة فأتمنى أن تشتركوا في هذه القناة وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا اللايك والتعليق لتحفيزنا على تقديم الأفضل، وشكرا لكم. فهيا بنا لنبدأ. تبدأ الحلقة 57 مع روشني وهي تذهب للخارج، فتجد ليلى، وليلى تخبرها أن برفين معهم، وإن أرادت الوصول إليها فعليها أن تتبع جنودها ثم تختفي. وكبير يأخذ برفين ويختفي، وأمال لا يجدها. ثم يذهب أمال لروشني ويخبرها أنه لا يجد والدته، فتخبره روشني أنها تعرف أين هي، ويجد الكلاب الثلجية، وروشني تخبرهم أن عليهم اتباع الكلاب للوصول إلى برفين. وتأتي روشني لتذهب مع أمان، فيسألها أين هي ذاهبة، فتقول له روشني أنها ستذهب معه. لكن أمان يسألها ألم يطلب منها الطبيب أن ترتاح، فتذكرت روشني عندما تبرعت بالكلية والطبيب طلب منها الراحة، فتقول روشني لأمان أنه أخبرها أن ترتاح لشهر فقط، وهذه ليست مشكلة كبيرة. لكن أمان يطلب منها أن تظل في المنزل، فتوافق روشني. وأمان يتساءل لماذا روشني وافقت بهذه السرعة، ويسألها لماذا وافقت بهذه السرعة، فتقول له روشني أنها إذا وافقت يشتكي، وإذا رفضت يشتكي أيضا، وتخبره أنها ستأتي معه. لكن أمان يخبرها أن تظله وهو سيذهب. ثم أمان ينظر لروشني ويقول أتمنى أن تظل بالمنزل حقا. وأمان يذهب، وأمان يصل إلى مكان الجليد وينادي على أمه فيجدها ويذهب لها مسرعا. وبرفين تخبر أمان أنها لا تستطيع تحريك قدمها، وتخبره أن يغادر هو سريعا، ويقول لها أنه لا يستطيع الذهاب بدونها. لكن برفين تطلب منه أن يغادر سريعا، فيسألها لماذا. لكن أحد يهاجم أمان ويحاول خنقه، وروشني تبحث عن شاندي وتسمع صوتها، فتذهب لها روشني مسرعة وتستخدم قوتها وتخرجها من الأرض. وبرفين وأمان لا يستطيع تحرير نفسه. وروشني تخبر شاندي أن ليلى جمدت العائلة بأكملها، وتطلب من شاندي أن تنقذهم، فتقول لها شاندي أنها لا تستطيع إنقاذهم إلا عندما يهزم ليلى. وشاندي تسأل روشني أين أمان، فتقول لها روشني أن ليلى وكبير اختطفوا برفين وهو ذهب لينقذها. فتنصدم شاندي وتقول هذا يعني أن أمان وكبير معا. وشاندي تخبر روشني أن ليلى فعلت هذا عمدا لأنها تريد قتل أمان وكبير معا. وأمان يرى كبير ويوبخه ويذهب له، لكنه يجد كبير عالق بطبقة جليدية، وأمان يقيد أيضا بجانبه بطبقة جليدية. وليلى تراهم وتبتسم، وليلى تقول لكبير وأمان أن الحياة فرقتهم لكن الموت سيجمعهم، وتقول لهم أتيتم للحياة معا وستموتون معا. وليلى تنظر لكبير وتسأله لماذا يشعر بالدهشة هكذا، وتقول له أنه اعتبرها شريكته، لكنها كانت تستعمله في خطتها. وتقول ليلى لهم أنها فكرت في قتل توأم روشني لتصبح ملكة القمر الأحمر، لكن روشني نجت، وتقول لهم إن لم يكن هما فأنت هنا وستضحي بهم. وأمان يعرف أن روشني حامل بتوأم. وليلى تأخذ قواها من القمر وترمي سلاحها على كبير وأمان لكي تقتلهم، لكن روشني وشاندي يأتوا بآخر اللحظة وينقذوهم. وأمان وكبير يروهم، وروشني وشاندي يحرروهم من طبقة الجليد ويجدوا ليلى ذهبت. وروشني تخبرهم أن ليلى هربت، فتقول لها شاندي أنها تراجعت فقط لكنها ستعود مجددا. وأمان لا يثق بكبير ويفكر أن خدعه منه هو وليلى، لكن كبير يخبرهم أن ليلى أرادت قتلهم لأنهم توأم وهي تريد أن تصبح الملكة. فتقول شاندي أن كبير على حق، وروشني تتساءل لماذا ليلى حاولت قتلها،
فيقول لها أمان هل هي لا تفهم؟ فتسأل روشني لماذا، ويأتي أمان ليخبرها بشأن حملها، لكن تحدث عاصفة كبيرة وأمان يحمي روشني لكي لا تتأذى. وكبير يخبر أمان أن حياة والدتهم في خطر، وأمان يطلب من روشني أن تعتني بنفسها وهو سيعود. وأمان وكبير يذهبون لرؤية بارفين فينصدموا بوجود كرة جليدية كبيرة فوقها، وأمان يذهب ويحاول إبعاد الكرة لكنها ثقيلة، فيتحول أمان لجن ويدفع الكرة بعيدا، وكبير ينظر لهم من بعيد، وأمان يسألها إذا كانت بخير فتقول نعم، ثم ينظر وينصدم برؤية الكرة الجليدية تتجه نحو كبير وينادون عليه لينتبه. وأمان يخبر كبير أنه تمكن من تغيير اتجاه الكرة بسهولة، فلماذا لم يأتي ويساعد والدته؟ فيقول له كبير أنه أتى لمساعدته، لكن أمان يخبر كبير أنه فقط يريد مساعدة نفسه، ولهذا أراد قتل توأم روشني. ويأتي أمان ليضرب كبير، لكن كبير يختفي، وبارفين تخبر أمان أنها بخير وعليه أن يذهب وينقذ روشني. وروشني تخبر ليلى وشاندي أنها لن تقترب منهم، وتخبرهم أنهم إن أرادوا روشني فعليهم أن يتبعوها. وروشني تركض وهم يركضون وراءها، وأمان يذهب وينادي على روشني ولا يجدها. وشوتو يعود للمنزل ويجد الجميع متجمدا فيفقد الوعي. وروشني تتوقف، وليلى وشاندي يخبرون روشني أنهم مستعدون لإجراء أي اختبار، فتقول لهم روشني أنه لا داعي لأي اختبار لأنها عرفت من هي ليلى من بينهم. وروشني تستخدم قوتها وتحصل على سلاح ليلى ثم ترميه على ليلى وتطعنها، وجميع العائلة تتحرر من الثلج لأن روشني هزمت ليلى. وليلى تسأل روشني كيف علمت أنها هي ليلى؟ فتقول لها روشني أنها يمكنها الكذب لكن آثار قدمها لا تكذب. وتتذكر روشني أن آثار قدم عليا على شكل قمر، ولهذا كشفتها روشني. وأمان يصل لهم ويذهب لروشني ويسأل روشني إذا كانت بخير، وليلى تخبرهم أنها إن خسرت فروشني لن تفوز. وليلى تستدعي قوتها الشريرة، وشاندي تطلب منها أن تتوقف، والمكان يظلم. ثم ليلى تخبرهم أنه حتى يخرج القمر القادم روشني لن تكون على قيد الحياة وستموت، فسينصدم الجميع. ثم يأتي دخان ويدخل بجسد روشني، ثم يذهب الدخان، وليلى تذهب وأمان يقلق كثيرا على روشني. ويسأل شاندي هل ما قالته ليلى صحيح؟ فتقول شاندي نعم. وأمان وروشني ينصدمان. وأمان يخبر شاندي أنه لا يجب أن يحدث أي شيء لروشني، وهو مستعد أن يفعل أي شيء لكي ينقذها. فتقول شاندي لأمان أنها لن تستطيع التخلص من لعنة ليلى، لكنها يمكنها إعطاؤه 9 أقمار. فيسألها أمان ما المعنى؟ فتستخدم شاندي سحرها وتظهر لأمان 9 أقمار، وتخبره أن هذه الأقمار ال9 ستعطيه فرصة للعيش 9 مرات. وتقول لأمان الوقت سيعيد نفسه عندها، وتخبر أمان أنه يستطيع أن يعيش اليوم 9 مرات، أي سيحصل على 9 فرص لإنقاذ روشني قبل ظهور القمر. وشاندي تخبر أمان أنه لكي يرى يوما جديدا عليه الموت أولا. وأمان وروشني يبكيان، وشاندي تخبر أمان أنه يمكنه المحاولة 9 مرات. وشاندي تخبر أمان أن حياة روشني أصبحت بين يديه، وتطلب من أمان أن لا يفقد روشني، وتخبره أن يعتني بنفسه. ثم تذهب وأمان وروشني يبكيان، وأمان يمسح لروشني دموعها ويخبرها أنه لن يدع شيئا يحدث لها. وروشني تخبر أمان أن عليهم أخذ بارفين والمغادرة بالعائلة. والعائلة أصبحت بخير، ويعانق الجميع بعض، ثم يرون شوتو على الأرض وفاقد الوعي. وأمان وروشني يأخذان بارفين للسيارة، وروشني تخبر أمان أن هذه المرأة هي خائفة، فيطلب منها أمان ألا تخاف. وتنظر روشني لشيء فيلتفت أمان ويسألها أين تنظر؟ فتقول روشني أنها شعرت بأنها رأت شيئا هناك. ثم روشني تسأل أمان ما الشيء الذي كان يريد إخبارها به، ويأتي أمان ليخبرها أنها حامل، لكن روشني تفقد الوعي فيحملها